يا مسهل الحال يا رب. انا قررت ابدا يوتيوب. القرار ده عمره ما بيجي وعمره ما بيتاخد، فانا قررت خلاص هفتح الكاميرا بدون اي سكريبت، بدون ما اعرف ايه اللي في دماغي، وهبدا تصوير على طول. انا مش عارف انا عايز اتكلم على ايه النهارده، ولكن كده كده المحتوى هيبقى عن الفتنس بشكل عام، وهلحمه بقى في حاجات تانية انا بعرف اعملها. يعني مثلا انا شايف ان انا بعرف ارسم، بعرف امنتج، بعرف احل مثلا الروبكس كيوب، ملوش اي علاقه بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، ولكن عايز ابدا الحم الحاجات دي في بعض واطلع بكونتنت جديد، حاجه كده فعلا تعجب الناس وتبقى جديده، وما يبقاش بقى ايه ستايل منقوش او ستايل متكرر كتير زي مثلا حاليا الفلوجات بدات تكتر والكل بدا يدخل فيها. ده مش معناه ان احنا مش هنعمل فلوجات، ولكن مش هيبقى كل فيديوهاتي عباره عن فلوجات. هحاول ادخل بقى ايه ستايل جديد، نقول معلومه. عندنا مثلا هنا ترابيزه رسم ممكن نستغلها كأنها سبوره ونشرح عليها. عندنا شويه اضاءات حلوه. بخصوص الاضاءات صحيح، يعني اي ثينك ممكن نجيب سوفت بوكس يظبط الاضاءه اكتر. طب ما يلا. عامة انا متخيل السيت اب يبقى عامل ازاي، فخلينا نروح نظبطها في الاوضه بسرعه. زي ما قلت لكم قرار ان انا هبدا يوتيوب ده اتاخد خلاص ومش هرجع فيه، فاي حاجه تيجي في دماغي هعملها. زي دلوقتي كده نزلت معاكم جبنا البارابوليك امبريلا لايت، ودي تعتبر من الحاجات الجديده او الحاجات اللي بقالي كتير المفروض اجيبها يعني، لكن كنت شايف ان ملهاش لازمه. لكن بما اني هبدا يوتيوب فدلوقتي بقى ليها لازمه، يبقى نجيبها. واي قرار بعد كده هيتاخد له علاقه باليوتيوب او في صالح اليوتيوب هدوس فيه على طول، عشان بالمنظر ده انا مش هبدا يوتيوب. لازم كل قرار يجي في دماغي سواء هو صح او غلط افكر فيه شويه، بس لازم اخد قرار. لا ما ينفعش اسيبه كده واقول فاكس افكر فيه بعدين او حاجه، لان كده مش هبدا يوتيوب. هو التسويف يا عم، هو التسويف. بحس برضو ان دي من القرارات او من الحاجات اللي هتساعد حمزه مونتير مصر ان هو ياخد الخطوه بقى بتاعت ان هو يكمل في المحتوى، لانه كان بيعمل محتوى ولكن تخاذل شويه ورجع تاني. ف دي بقى ايه، سبورت احنا الاثنين جبناها يعني. لازم هو قرار جه فجأة اساسا. اه جه لو انا قاعد كده قلت في اساسا فكرة فيديو في دماغي لازم اعملها، قلت انا مش هوقف الدنيا عشان خاطر سوفت بوكس، هنزل اجيبه. نزلنا وجبناه وبس. وهيساعد بقى في حاجات كتير، مش شرط الفيديو بقى، يساعد في اليوتيوب، يساعد في الكونتنت اللي خالد بينزله، يساعد لو خالد مثلا عايز يفكر في ستايل كونتنت جديد. الموضوع هيتطور جامد بسبب السوفت بوكس. انا عايز اعرف بقى بتاع ده هيتركب بسهوله ولا هيبقى شبه الخيمه كده؟ انا حاسس ان هو هنشوف هياخد نص الاوضه. هنقيم لكم تركيبه، مدى صعوبه تركيبه قد ايه. كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يغرق في حزن وإصرار. كل القلوب تناهت في السنة فرحا. ده مش سبونسر لكريم ستور، بس لو حابين تعملوا لي سبونسر ما عنديش اي مشكله. حكم بقى فيه في الكلفن والانتنسيتي والبرايتنس كل حاجه قوي. ايه اللي بعده؟ فكر ان احنا هنطلع البارابوليك مره واحده؟ لا طبعا لازم نحمله. الريتنشن. مفيش هنا كرتونه تانية نفتحها؟ خليه هنا. ده ايه ده؟ ده الريموت ده ولا ايه؟ لا ده بتاع ده الديفيوزر. ديفيوزر. وده ديفيوزر ابيض. ده اللي هو الديفيوز. ايوه دي اسمها ديفيوزر ودي اسمها جريد. ده المانيوال. الصلاة على النبي. ستايلس صح؟ يا ولد ايوه، بس كده بقى طويل قوي. ايه ده لوحدها كده عشان نعرف نثبت. ماشي كويس ان احنا جبنا ده عشان التانيين بيتقطموا بسهوله. يا اهلا وسهلا في الاوضه. يعني انتوا اكتر من فانز دلوقتي، انا عزمتكم عندي في الاوضه. ايه رايكم في الاضاءه؟ هي دي البارابولا الجديده. ثانيه واحده. ها كده احسن. باك لايت بقى، فيل لايت وبتاع. ده المين او الكي لايت، وورا بقى الفيل لايت. ممكن نعمل ايه؟ ممكن جنب ده مثلا نخليه ازرق. ايه رايكم كده؟ انا حاسس ان احنا بنتطور بسرعه. اول فيديو يوتيوب وبنتطور بسرعه. ايه رايكم في الاضاءه بجد؟ طب انا عايز حد يكريتيك اي حاجه او ينتقد اي حاجه في الفيديو. يعني عملنا فلوج صغير واضاءه جديده وسيت اب حلو. الاوضه دي هيطلع منها كميه معلومات هتفيد عدد كبير جدا من الناس، انا متاكد. ف ميك ات يور روم، خليها اوضتك.
يعني اتفضل اكنه بيتك. انا ممكن اعمل دلوقتي فقره اجابه على الاسئله، وان انا اشوف اسئلتكم وارد عليها، اسئله قديمه، ولكن انا حابب ان انتوا دلوقتي تدخلوا في الكومنت سيكشن وتقولوا لي عايزين الفيديو اللي جاي يكون عامل ازاي بالظبط، فلوج ولا نقسمه ازاي، عايزين تشوفوا مني ايه في اليوتيوب، نقول معلومه معينه، نتكلم في موضوع معين، توبيك معين، سواء ديني او جيم او دراسه او حاجه من الحاجات اللي انا اتكلمت فيها قبل كده. فاللي حابب يستفيد بلونج فورم فيديو يكتب لي بالظبط هو عايز يستفيد بايه، وانا باذن الله هكونسيدر وهبدا اهتم شويه بموضوع اليوتيوب. ايه تاني انتوا عارفين يا جماعه ان انا بعرف ارسم، وممكن نرسم حد من المتابعين ونعمل يعني ننتجريت الرسم ده في الفيديو اليوتيوب زي ما قلت. حرام يا كوتش، حرام يا كوتش. دي نقطة كمان، اللي هيكتب لي حرام يا جماعة أنا مش شيخ، دي مرتبة لم نرتقي ليها بعد، يا ريت يا طبعا كلنا نبقى شيوخ، ولكن حتة الاستحقاقية بتاعت لا أنت لازم تعمل كذا، لا أنا مش لازم، ده حاجة بيني أنا وبين ربنا، وبحاول ربنا يهديني بإذن الله يعني، وبحاول إن أنا أقرب أكتر وما أعملش حاجات غلط كتير، ولكن أنت مش هحتاج منك غير النصيحة كويس، وأنا الدور والباقي عليا. حلو، فانت انصحني وانا باذن الله اتقبل النصيحه يعني، لكن حته الاستحقاقيه دي بتاعت انت لازم وشيل وحرام واعمل، اللي انا هعمله هفضل اعمله لحد ما اقتنع انه غلط، او لحد ما ربنا يتوب علينا يعني. دي نقطه كانت في زوري كده لازم اقولها يعني. انا هلا المايك هنا بالذات بقى في المسائل الخلافيه زي الرسم والمزيكا وغيرهم والدقن مثلا، في حاجات خلافيه كتير كده الناس بتعشق تعمل كومنت عليها. انا راجل مش شيخ، بغلط زيكم، وبحاول ما اغلطش، بحاول على قد ما اقدر يعني. فتخيل تبقى بتحاول ما تعملش حاجه غلط، وحد كل شويه يجي يقول لك بطل اللي انت بتعمله ده، ودي كمان بطله، ده حرام بقى اللي انت بتعمله ده، وكمان بتجاهر بالمعصيه. يا ابني ما تخرجوش الواحد عن شعوره. نرجع لمرجعنا. انتوا عارفين انا عملت لكم فيتشر جديده على الويب سايت بتاع مفتول فور فري تماما. ايه هي بقى الفيتشر دي؟ ان انت لو لسه بادئ جيم، او حتى مش بادئ جيم ولكن حابب تتاكد من سعراتك اللي انت بتحرقها دلوقتي، فعملت لك كالكوليتور فور فري تماما، بيج جديده كده عندي في اللاندنج بيج اسمها كالكوليتورز. هتدوس على كالكوليتورز هيظهر لك 3 كالكوليتور. رقم 1 كالكوليتور بتحول لك من الباوند للكيلو، ودي مهمه جدا سواء انت بتروح مثلا جيم فيه اوزان بالباوند، او الستاك بيبقى فيه اوزان بالباوند مش مكتوبه بالكيلو، فدي مهمه جدا للتراكنج وان انت تعرف انت بتشيل كام فعلا بالكيلو. كالكوليتور كمان بتحسب لك البي ام ار، انت بتحرق قد ايه، وسواء وانت قاعد سيدنتري كده ما بتعملش اي حاجه، ولا بتتمرن ولا بتعمل اي حاجه، اكنك نايم بالظبط، او بتتمرن بقى 4 ايام 5 ايام 3 ايام اكتيفيتي بسيط بتتمرن، بتحسب لك بالظبط انت بتحرق كام سعره في اليوم عشان تقدر تعمل على اساسه جدول غذائي يعني. وثالث كالكوليتور معانا بتحسب لك ال1 ريب ماكس، العده الوزن اللي تقدر تجيب بيه عده واحده. طب ودي مهمه في ايه؟ مهمه في الفترات كل فتره كده تجرب كده تدخل رقم معين في تمرين معين، وتشوف انت اتطورت ال1 ريب ماكس بتاعك، المفترض انها ال1 ريب ماكس بتاعتك اتطورت ولا لا. يعني مثلا انا شلت في التمرين ده 50 كيلو 8 عدات اللي هو فلات بنش بريس مثلا، فانا هكتب 50 كيلو 8 عدات، هيطلع لي مثلا ان ال1 ريب ماكس بتاعي بال70 كيلو عده واحده. فانا كده عرفت لو حد سالني ال1 ريب ماكس بتاعك هيبقى كام، هو بيبقى استيميشن ولكن تقريبا هيبقى 70 يعني. بعد فتره بقى كبيره اتمرنت واتطورت وعايز اتاكد من الحته دي، فهدخل بقى الارقام الجديده اللي هي مثلا ممكن تبقى 55 كيلو 7 عدات مثلا. اجي ابص على ال1 ريب ماكس بتاعي هلاقيه بقى 75 كيلو العده واحده، كده العده الواحده بتاعتي بقت 75 بدل 70 مثلا يعني. كان ده بالمثل. هي تول مفيده جدا، ولكن هي مش مفيش حاجه من الكالكوليترز دي اكيوريت غير الحته بتاعت التحويل من باوند للكيلو، لان دي ماثيماتكس بحت، لكن الباقي مش اكيوريت 100%، ولكن هيلبفول جدا، هتساعدك قوي يعني. زي ما بقول لكم اخواتي بقى وبتاع، بحاول اقرب لكم اكتر يعني. قربوا لي يا جماعه، قربوا لي، اكتبوا لي اي حاجه في الكومنتس، انا عايز احس كأن انا بكلم بني ادمين. هلو اول ضيف معانا. والله شرف لي ان انا اكون في الحلقه الاولى من يوتيوب خالد رغول. عارف نفسك؟ انا حمزه رغول، الاخ الكبير، انا اكبر منه سنتين. ناس كتير قوي بتقابلني في الشارع تقول لي ايه ده وانت خالد رغول او انت شبهه؟ بقول له يعني بيقولوا ان انا شبهه، بس انا عارفك انت اللي بتصور بسام. ناس نسيت حمزه بتاع تمرين، وناس نسيت كان بيعمل محتوى على فكره، ما انا قلت لكم في العربيه. انا كنت وبرجع دلوقتي واحده. ما احنا جبنا الاضاءه عشان ترجع. بنزل وخلاص عشان ما اوقفش يعني. اكتبوا لي في الكومنتات يشد حيله، انا بص الحركه دي مش هبطلها. اكتبوا لي في الكومنتات.
اكتب في الكومنتات وزرار الاشعارات. او اللايك والسبسكرايب. دلوقتي بقى في حاجات جديده بقى، في ما انا لسه بوعى على الكلام ده دلوقتي. في لايك، في سبسكرايب، في زرار النوتيفيكيشنز، ده مهم جدا عشان لما ننزل بقى فيديوهات تانية تجيلكوا على طول. الراجل ده مونتير عشان كده عارف الحاجات دي كلها، هو اللي بيرسم بقى البتاع اللي بتطلع بقى هبقى اعملها لك يا عم. فانت اخو خالد؟ اقول لهم لا يا جماعه انا اخو خالد. انا مش خالد، انا اخو انا خالد. مش خالد، انا اخو خالد. ايوه. واحد جاي كان بيسلم عليا بيقول لي I think I know you، فقلت له ايوه انا مين بقى؟ قال لي مش انت خطبت من يومين؟ يعني ما عرفنيش ان انا حمزه ولا حاجه. انت كنت يا خاطب اما صح؟ اخو خالد يا اما خطبت. البوست، اي بوست يا اما فايرال بتصور ليك، بس. فاهم؟ اي حاجه فايرال ليك. طب ما انت المفروض تعمل محتوى وتعرف الناس بيك وبتاع. في شيء موقفني عملاق اسمه امتياز. يا ساتر يا يا رب، جماعه يا ساتر يا رب. الامتياز ده كلمه مرعبه. يا ساتر يا رب. شعر ده بيقف من كلمه امتياز. 4 شيفتات في الاسبوع، 2 منهم ب 12 ساعه، ولو غبت 2 ورا بعض او لو غبت 3 شيفتات ورا بعض بعيد شهرين. لان يا إحنا ساتر. في الامتياز كل شهرين بنبقى في مكان. فانا دلوقتي في ريسك، انا دلوقتي غبت ال4 شيفتات، فاضل لي شيفت واحد وخلاص عيد بقى ايه لا الشهرين دول يعني هخلص في 12 بدل ما اخلص في. بدل ما تبقى سنه امتياز تبقى سنه وحته. طب ليه بتعمل في نفسك كده ليه؟ هم بيعملوا فينا كده ايه؟ انت ليه بتغيب؟ انا مش عايز اتكلم في السياسه. ماشي. قصده سياسه المستشفى. سياسه المستشفى. لما نشوف الناس بتقول ايه. انت ايه رايك نتكلم في ايه هنا في القناه؟ انا شايف ان انت المايند سيت بتاعتك تبقى كويسه جدا. يعني انا خالد يا جماعه رغم ان هو يعني بعتبره اخويا، بس دايما في المواقف اللي هي العصيبه انا ساعات ببقى متهور. خالد بقى دايما بيمسك العقل. يعني دايما معروف ان ايه الاخ الكبير هو اهدى ومش عارف ايه، لا انا هي دايما هبه مني كده. لكن هو خالد دايما هتلاقيه ايه، لا بيفكر بالعقل الاول، يحسب الحاجه. فانت ممكن بقى تاخد توبيك معين في الحياه واتكلم عليه، تتكلم عليه بقى انت كخالد تتصرف فيه ازاي. ممكن موقف حصل معايا بقى او حاجه زي كده او اتكلم عليه بشكل مبهم كده بحيث ان هو يريليت مع الناس ما عدا المواقف بتاعت الجنس الاخر عشان انت ما جيتش فيها يا ابني. ده اسمه ايه؟ اسمه تقل تقلم. في ايه ده؟ مين ده خالد؟ ده اعلان. طيب اللي ما يعرفش اكيد كله عارف خلاص، البراند ده بقى اشهر مني. يعني البراند دلوقتي بقى اشهر مني. في ناس بتشتري ما تعرفش ان انا الاونر. انا عندي براند اسمه مفتول. لو حبيت تشتري شدادات، البرابس، اي حاجه، وهتلاقي هو ده اصلا الويب سايت اللي هتلاقي عليه الكالكوليتورز. فهسيب لكم لينك في الديسكربشن تحت لو حد حب يعني يشتري حاجه او يطور من اوزانه في الجيم. انت هتعمل اياد الموجي ولا ايه؟ صح. حاسس ان احنا رحنا اياد الموجي. واحنا النهارده الايه؟ النهارده الحد الممتاز. ماشي. عاوز تنجح؟ مش عايز انجح. انت ايه رايك في المحتوى التحفيزي؟ انا بصراحه عجبني، وملاحظ ان في كذا حد بدا يقلد. انا من الناس اللي بدات تقلد. في ناس، انت من الناس بدات تقلد. ما انا طلعت بقيت اعمل محتوى بس على فكره كل واحد له ستايله. يعني بص، هو التحفيز ده توبيك، فمش اي حد هيطلع يحفز يبقى بيقلد. لا يعني كل واحد له ستايله طبعا. فانا عملت الستايل بتاعي. كل حد من الناس المتفرجين بيحب شخص معين يسمع منه. اوعى تحط الكلام ده بيمارس الشرب. انا كحمزه احب اسمع من انفلونسرز معينين وتانيين لا. يعني مثلا ده اسمع منه كذا، ده ما اسمعش منه ليه. هو شايف ان هو ما يتحطش في الحته دي. انا شايف ان هو يعني تحس ان الكلام اللي بيقوله مش لاقي على الكاركتر بتاعه، مش لاقي على الكاركتر. هو الكونتنت اللي مش شخصيته اللي تقول الكلام ده يعني. بالظبط. يعني انت محتاج، يعني انت من رايك ان اللي يقول النصيحه لازم يكون بيعمل بيها؟ مش شرط على فكره، بس على الاقل هو عنده قدر كافي من الادراك ان هو مثلا انا كمان بعمل حاجه غلط، فانا بقول لنفسي وبقول لكم. فاهمني؟ أيوة. لو هو بيعمل حاجه غلط، لو مثلا بيشجع نفسه وبيشجعنا ان هو ايه، يلا يا جماعه كلنا نتغير للاحسن، يلا كلنا مش عارف نعمل ايه. منطقي. فهو مش شرط ان هو يكون بيعمل بيها. في نفس الوقت ما يبقاش منافق، يعني ما يطلعش يقول انا بعمل كذا وهو اصلا ما بيعملش. وعلى فكره هتبان. ايوه، خصوصا لو مشهور. في حد في حد ظهر قبل كده بيقول، حد بيساله يعني، بيقول له هل انت منتظم في الصلاه؟ قال سؤال جميل جدا، انا بحاول انتظم في الصلاه وعايزكم انتوا كمان تنتظموا في الصلاه، بس لو عايز تشارك معايا في الاونلاين كويس. انه مشوار من اوله وقف كده. ده كلام حمص. لما كان لا يا عم مش للدرجه دي، بس هو فعلا يعني انت ما تعرفش احنا بدانا ازاي. ايوه بس على فكره في ناس، في عارف اسمه ايه اللي بيطلع على شارك تانك؟ اسمه اللي هو اللي كان في عين شمس، المهندس اللي عينيه خضراء، شعره فيه ابيض في اسود كده وعينيه خضراء، اللي كان بيبقى قاعد على الشمال خالص.
مين؟ ايمن عباس؟ لا ايمن عباس ده على اليمين خالص، التاني على الشمال خالص. احمد طارق طلع في مره قال لك ايه، ان هو بيؤمن فعلا ان الصفر بتاعي غير الصفر بتاعك، هو صفر، ولكن الصفر ده غير الصفر ده. يعني لما انا اجي اقول لك ان انا بدات من الصفر، في الصفر بتاعي ان انا اتعلمت في مدارس مثلا انترناشونال، وطلعت من المدرسه الانترناشونال دي، كنت بتمرن ووتر بولو مثلا، فجسمي كويس وعندي معلومات حلوه مش عارف ايه، فلما اجي ابدا حاجه هيبقى الصفر بتاعي قوي. لكن حد تاني الصفر بتاعه مثلا كان مدارس حكومي، وما كانش عنده مثلا رفاهيه التدريب، كان بيلعب مثلا كوره في الشارع او حجوزه او هكذا، فالصفر بتاعه هيبقى مختلف تماما. قال لك بقى ايه، في صفر بقى اسوأ، اللي انت تبدا من تحت الصفر، اللي هو اصلا تبدا ابوك سايب لك ديون مثلا والله تطلع حاجه. ففي البدايه كل واحد بالنسبه له في صفر، الصفر ده اللي هو انت بتبدا من هنا، ولكن ما تقارنش الصفر بتاعك بالصفر بتاع حد تاني، ما ينفعش تقارنه. انت اكتر حلقه انت عملتها عجبتك؟ عبد العاطي بعد عبد العاطي وليد المغازي. بعد وليد المغازي حلقه ما نزلتش لسه، هتنزل. مين بقى؟ انت قصدك او لا والله العظيم افتكرتك بتسالني. بيفكرني بحد كده. مش قصدي على حد تاني. يا ابني ده اسمه تقل، ده تقل، اسمه تقل، ده مرض. لا يا ابني عارف المرض عارف المرض اللي عند ايلون ماسك؟ عارف المرض اللي عند ايلون ماسك؟ اوتيزم. ده مش اوتيزم، بس هو عنده حاجه معينه اللي هو ايه، لو حد بيبص له كده ما ياخدش باله ان حد بيبص له. لازم تعمل له كده، لازم تسلم وتقول له انا ببص لك، هو يفضل ايه، سارح في ملكوت، عنده بلاها كده، ملكوت الله. ما ده يا ابني انا مش عارف، بس التعامل معاهم بيبقى بحس ان هو في مش عارف. انت راجل خاطب، ايه ده؟ هو انت حمزه اللي خاطب؟ انت اللي خاطبت من خاطب. نهار اسود، ده حوار كبير والله العظيم. طب هو ليه مكبر الموضوع؟ مين هو ليه عمل الحركه دي؟ بسام ولا اللي بيرد عليه؟ هو خلاص اصل الموضوع خلص عند البودكاست، يعني عمل الحركه دي ليه؟ ما تعرفش؟ لا كات الفيديو ده رد على فيديو، يا مش رد على، انت ما تعرفش يعني. انا بعت لك، لا خش على المسجز، الفكره انا بعت لك. ما فتحتش تيك توك النهارده. ايوه مسجز اهو، اطلع فوق اهو. العب التمرين ده، شفت؟ بس عامة معاهم حق. شفت طريقة الهزار الجديدة؟ أنا دمي خفيف قوي، تحسش إن أنت مريض نفسي وأنت بتعمل الفيديوهات دي. ده في بيف سنوالع يا عم، احنا بره البيف، احنا بنتفرج عليه بس مش هنقول راينا. ماليش دعوه بصراحه ولا أي حاجة. يا جماعه انا بعشق اسلام ابو عوف، بعشقه. ده صاحب سلسله ابو عوف. انت عامل ايه ده وانت ساكت؟ اسلام ابو عوف يا ابني راجل بدا يوتيوب من زمان، طبيب اسنان وفي الفيتنس اندستري، يعني عامل محتوى رائع. مش محتاج اديتور هو يعني. دي رساله لاسلام، كوتش اسلام ابو عوف، لو حابب اديتور قوي مع عندك حمزه تقريبا بيديت للسين كله، انا مش عارف انت عندك كاباسيتي الكلام ده؟ ان شاء الله فيه، ان شاء الله. مش شغال واحد يعني، احنا كتير. هي الكاباسيتي كلهم شبه، كلهم في كتير زي هي هات لنا حاجه، عايزين نتكلم على حاجه. في واحد كان باعت لي سؤال، ما تجيب التليفون بصور بيه. طب وانا بدور عليه معاك. في واحد كان باعت لي سؤال بيقول لي ليه ربنا حط كفارات على الذنوب مع ان ممكن تتوب والذنوب دي ربنا يغفرها لك؟ انت بتدور على الاجابه ولا ايه؟ مش انت هتجاوب؟ ايوه الاجابه، ايه الاجابه؟ هو بعت لي السؤال بصراحه، بس تعال نعمل سيرش بقى. تعال نعمل سيرش. في حاجه جميله جدا في الحياه اسمها هاو تو، ماشي؟ انا مسميها كده هاو تو. تفتح جوجل يا باشا، تمام؟ عندك اي سؤال، اي حاجه مش عارفها، هاو تو كذا. سؤال مثلا زي ده احنا مش لاقيين له اجابه، سيرش اديها. مثلا عايز تتعلم المونتاج، هاو تو كذا. اليوتيوب مليان على عينه، يعني اليوتيوب ما فيش حد، انا في حد زي كده عنده معلومه قرر ان هو يفتح يوتيوب وينزلها ويكتب هاو تو كذا، فانت هتكتب هاو تو الشملي، هاو تو تقعلي. لماذا وضع الله الكفارات على الذنوب مع انه يمكن للعبد ان يتوب؟ يلا ثواني. الو يا محمد، ثواني. ايه يا صاحبي؟ يابا وان مان داون. مهم الكفارات مكتوب هنا انها
تحول الخطا الشخصي الى نفع عام للفقراء والمحتاجين مثل الاطعام والعتق. انها كفاره مثلا اطعام 60 مسكين او كده، بتبقى ان انت بتعمل خير، يعني بتحول الخطا الشخصي لمنفعه على الكل. فدي بوينت اوف فيو قويه برضو. تاكيد صدق التوبه، ان انت فعلا تبت. هل انت تبت فعلا لدرجه ان انت تمتثل لاوامر ربنا، ان انت تلتزم بالكفاره. الزجر والردع، يعني قبل ما تعمل الذنب ده انت هتخاف من الكفاره لو مش هتخاف من ربنا سبحانه وتعالى، يعني استغفر الله العظيم يا رب. لكن لو حد ممكن مش عارف يحط نفسه، مش عارف يمسك نفسه عن الغلط دوت، فالكفاره المفروض انها تردعه. فيها جزء من تأديب النفس، يعني بتداوي الجزء الجزء اللي باظ في قلبك اللي خلاك تقع في الذنب الكبير بالشكل ده. يعني الخلاصه انا مش شيخ ولكن اجتهاد زي كده. انا عملت سيرش، انت كمان ممكن تعمل سيرش وتحاول تدور على السؤال، لان انا مش شيخ، ولكن زي ما قلت في بدايه الفيديو انا راجل بحاول اصلح من نفسي، بحاول ما اقعش في غلطات كتير، لكن انا مش شيخ. فاحنا كلنا بنحاول نبقى احسن في جميع جوانب الحياه، سواء جيم او دين او دراسه او اي جانب من جوانب الحياه، بتحاول تبقى احسن فيها. خلي دايما عندك المايند سيت ديت، ان انت لو اتحسنت 1% في اي اتجاه من الاتجاهات دي، على مدى الوقت ال1% ده بيتجمع وهتلاقي التغير بقى كبير جدا. لكن ما تستناش ان شخص يبقى بيرفكت، لان ما عندناش دلوقتي انبياء ولا صحابه. اعمل سيرش اتعلم. اعتقد احنا دلوقتي محتاجين نراب اب الفيديو، عشان احنا مش عارفين الفكره بتاعته ومش عارفين احنا بنتكلم على ايه. ولكن لو بسطتوا بالفيديو دوت قولوا لي انتوا محتاجين تسمعوا ايه اكتر في الكومنت تحت، وما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك عشان هنكتر بقى من الفيديوهات ديت، لان انا حاسس ان انا عندي طاقه يوتيوب. وزي ما قلت لكم في الاول وقلت لكم في النص برضو، ان انا خدت القرار ومش هرجع فيه، وباذن الله اي حاجه هتيجي قدامي هتحسن من المحتوى هعملها، وباذن الله هتلاقي القناه دي بسكاي روكت كده، سواء في الجوده او في ثقتكم بقى في المحتوى. يعني انتوا هتكتبوا كومنتات فهتلاقوها بتحصل، فهتثقوا اكتر بقى وتلاقي نفسكم في انجيجمنت كده ونتفاعل مع بعض. اشوفكم على خير باذن الله في فيديو قادم. سلام عليكم.